يا مساء الجمال على احلى متابعين. ده مش مجرد رقاق، ده الرقاق المورق الصح اللي طعمه بيخطف القلب. النهارده هقولك على سري الخاص في التشريبه اللي هيخليه مقرمش من بره ودايب ومورق من جوه، وحل اشهر مشكله بتقابلكم وهو بيطلع معجن او ناشف زياده. الرقاق يعني ريحه زمان ولمه العيله اللي مفيش زيها. النهارده في قناه سوريا هنعمل الرقاق المشكل بطريقه امهاتنا بكل تكات بسيطه، وهتخليه يطلع معاكي زي الفطير المشلتت بالظبط. عملت معاه الكشك. كشك ده أكلة الملوك، أكلة العظماء. عملته بطريقة أمهاتنا بتكات وطريقة زمان. طعمه كان حكاية وخرافة. هقولك على كل التفاصيل وكل التريكات، بس اهم حاجه تابعي معايا الفيديو للاخر، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. ويلا نبدا. الاول ما كانش عندي مفروم، فانا هجيب لحمه اعصجها علشان، واللي عارفني انا بجيب كميه اعصجها للشهر كله. انا جبت تقريبا 2 كيلو لحمه هعصجهم. حطيت معلقه سمنه صغيره، نزلت بكميه اللحمه بتاعتي. وفي الاول بحب اعصج اللحمه او اشوح اللحمه في معلقه السمنه واقلبها لحد ما تفك من بعضها كده خالص ويبقى له كل لونها بني. في الوقت ده انا بقعد اضرب في البصل وبحطه عليها شويه بشويه. بحط في الكبه بقى، انا الكبه بتاعتي صغيره، ان شاء الله هجيب كبه كبيره وهعمل معاكم ريفيو ليها. نفسي في الكبه الكبيره، وهنجيبها مع بعض ونشوف استخدامها ازاي وحلوه ولا ايه الاخبار. خلاص تنيتني اقلب في اللحمه لحد ما اخدت اللون اللي انا عايزاه. انا بحبها تفك من بعضها خالص، ما تبقاش مكلكعه في بعضها، وكمان بحبها تاخد اللون البني ده على النار. في الوقت ده انا تقريبا فرمت لكل كيلو لحمه بحط كيلو بصل، وكل ما تكتري البصل في المفروم بيديها طعم حلو جدا جدا. خلاص انا هنزل بقى عليها بكميه البصل. ده تقريبا 2 كيلو بصل مفرومين، مش كتيرة ولا حاجة، هو بيبقى طعمها حلو جدا جدا كل ما تكتري فيها كمية البصل. خلاص هقلبهم بقى مع بعض وهسيبهم بقى ياخدوا ويدوا مع بعض كده اهوت. وهنزل كمان بالتتبيلة وهسيب بقى البصل ينزل ميته مع اللحمة كده، واغطي عليها وهدي عليها النار واسيب اللحمة تتسبك كده، وتبقى هتاخد طعم حلو جدا جدا مع بعض. بس في الاول هتبلها. هقلب بس كويس كده، وهنزل بقى دلوقتي معلقه حبهان ورق لورا بودره. هي نص معلقه حبهان، نص معلقه ورق لورا بودره، دي معلقه من السبع بهارات وبتبقى حلوه جدا جدا. نص معلقه جنزبيل، نص معلقه قرفه، والقرفه بتبقى حلوه جدا جدا مع المفروم او العصاج. خلاص هنزل بفلفل اسود، وانا هحط معلقتين تقريبا من الفلفل الاسود عشان كميه اللحمه بتاعتي كبيره. ورقتين لورا، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه، وشويه بابريكا بيديها حمار كده حلو وريحه حلوه. يبقى ده كل اللي هحطه: ملح، فلفل اسود، حبهان ورق لورا بودره، وحطيت ورقتين لورا كمان. حطيت شويه جنزبيل وشويه بابريكا وسره من القرفه، يعني ربع معلقه قرفه كده مش كتير. هقلب بقى الكلام ده كله كويس مع بعضه، وهغطيها وهسيبها مع نفسها كده لحد ما تتسبك كده وتاخد كده مع بعض. البصل ينزل ميته كده وتدي طعم اللحمه ويبقى طعمها تحفه جدا. هنزل بقى بالملح، والملح حسب ما الكميه بتاعتك او الكميه اللي تناسب الكميه اللي انت عاملاها. هقلب بقى وهسيبها بقى يعني تاخد وتدي مع نفسها كده، والبصل يطعمها، وهسيبها على نار هاديه. هغطي الحله واسيبها على نار هاديه. صدقوني لما يكون عندكم عصاج اعملوه كله مره واحده، ما بي يعني طعمه ما بيغيرش نهائي. لما بتحطيه على في الفريزر حطيه على قد الطبخه ما بيجرالوش حاجه. نيجي بقى للكشك. الكشك انا غسلت تقريبا نص كوبايه او كوبايه صغيره من الرز، غسلتهم كويس وسبتهم منقوعين تقريبا 5 دقايق. هاجي بقى هنا الفراخ، كانت الميه غليت هسلق الفراخ. انا بس سبت الرز يتنقع معايا، غسلته كويس وسبته يتنقع تقريبا 5 دقايق 10 دقايق عقبال ما احط الفراخ تتسلق. انا كنت هشوي الصدور للولاد على الجريل، واحنا مش عايزين بصراحه الفراخ مشويه، احنا بنحبها مسلوقه متحمره. فهسلق بقى لينا اللي وراك، وهحط بقى كده بصله. هنزل ببصلايه كده، وهنزل بقى بس طريقه السلق بتاعتي العاديه. جنزبيل، عندي جنزبيل فريش بيبقى حلو جدا جدا. مكعب مرقه دجاج، حبهان ورق لورا بودره وحب فلفل اسود والملح. هنزل بيهم كلهم كده، وهغطي وهسيبها تستوي على نار هاديه. كمان حطيت الاجنحه تتسلق علشان على الجريل بتنشف معايا.
بس هسيبها بقى كده مع نفسها، وكانت خلاص اللحمه اللي على الصاج ابتدت اهي معايا، ابتدى البصل ينزل ميته، وبسيبها بقى مع نفسها كده يشرب الميه بتاعته، بيبقى طعمها تحفه جدا. تجربي تعصيج اللحمه بالطريقه دي، طعمها بيبقى حكايه. بعد ما بتطلع باخد الكميه اللي تناسبني، وفي الباقي بعبيه لما بيبرد خالص، بعبيه اكياس على قد الطبخه وبعينه في الفريزر. هنيجي بقى نتبل الصدور عشان نشويها للولاد. حطيت بصلايه حلوه كده، فصين توم، دي كان في شريحه طماطم كانت متبقيه مننا من الفطار، قلت تعالي ما هتبوظ يعني، حطيتها كمان. حطيت فلفل اسود وحبه حلوين كده من الفلفل الاسود. وجربي التتبيله دي في الفراخ المشويه، طعمها حكايه. رشه صغيره جدا من الكمون. هحط كمان بابريكا، حبه حلوين كده، هي منها بس بترش، فهي بتبقى رخمه شويه بتغيب. دي توابل الفراخ، ودي بنجيبها من عند العطار، واحنا متفقين ان لازم تجيبي عطار كويس وتبقي واثقه من التوابل بتاعته، ان هي جوده التوابل بتاعته حلوه. مكعب مرق الدجاج، وتوابل الفراخ دي بتدي طعم حلو جدا جدا للفراخ. حطيت مكعب مرق الدجاج، وهحط كمان الملح، شويه حبهان ورق لورا بودره، وتقريبا دي كانت ربع كوبايه لبن او نص كوبايه لبن. وده جنزبيل فريش، حبيت احط فريش بدل ما يكون بودره، بيبقى طعمه حلو جدا جدا للفريش. ادي صدور الفراخ اللي هشويها للولاد. هنزل بقى بالتتبيله اللي انا نعمتها جدا جدا دي، دقتها قبل ما احطها على الفراخ واشوفها لو ناقصه ملح ولا حاجه، وبعدين هنزل بيها كلها على الفراخ، وهقلب الفراخ فيها كويس، وبقوم مدخلاها الفريزر ساعتين 3 4. كل ما بتقعد كل ما بيبقى طعمها حلو جدا جدا. بس بقى اقلبها كويس. دخلتها التلاجة، وجيت بقى ساعة الاكل طلعتها، حطيتها في الصينية، بحميها الفرن على اعلى درجة حرارة. بصيها كده في الصينية، وخلي دايما الجلد هو اللي فوق، وغطي اللحم كويس بالجلد علشان ما يبقاش ناشف معاكي ومش احسن حاجة. بس كده هحط فيهم شوية مية، ومحمية الفرن على اعلى درجة حرارة. هرشها بس بالبابريكا والفلفل الاسود، وهسيبها تغلي على البوتاجاز. واول ما تغلي هدخلها الفرن، بتاخد تقريبا ساعة. بس رشة فلفل اسود ورشة بابريكا، وهحط تقريبا نص كوباية مية، وهدخلها الفرن على طول. بس تغلي على البوتاجاز الاول، وبعدين دخليها الفرن. فرن حامي على درجة حرارة 200، بتقعد تقريبا من ساعة لربع ساعة. يلا بقى نعمل الكشك، لان الرز بيغيب في السوا. حطيت بقى شوية رز كده حلوين. دي تقريبا كوبايه الرز اللي غسلاها ونقعها، ونزلت عليها بالشوربه. دي كانت شوربه عندي في الفريزر. انا ما برميش اي شوربه، الشوربه اللي بتبقى عندي بحطها في برطمانات، لا في التلاجة لا في الفريزر. طلعت بصراحه الشوربه كانت دسمه كده وحلوه، طلعتها عندي وحطيتها. لو ما عندكيش شوربه ممكن تحطي مرق الدجاج، بس هي بتبقى محتاجه شوربه دسمه عشان يبقى طعمها حلو. عززت الطعم بمكعب مرق الدجاج، وحطيت كمان شويه فلفل اسود. وهسيب الرز بقى على نار هاديه خالص لحد ما الرز يستوي تماما. الشوربه لما تنقص هزودها. ما حطيتش كميه الشوربه كلها مره واحده، انا بحط الشوربه ولما بتنقص الكميه بزودها شويه بشويه. بس لازم تقلبيه كل شويه عشان ما يلزقش منك. بس اسهل واحسن واطعم طريقه للكشك، طعمه حكايه. بس كده هدي عليه النار بقى، واسيب الرز يستوي شويه. قبل ما الرز يستوي هحمر له بصلايه كده، دي معلقه بصلايه بشرتها ناعم جدا، ونزلت عليها بمعلقه من السمنه البلدي على نار هاديه كده، وحمريها قبل ما الرز يستوي معاكي. حطيت كمان شويه زيت، وهقلب بقى واحمر البصلايه ديت لحد ما تاخد لون ذهبي فاتح كده، ما تغمقيهاش. عقبال ما البصله تتحمر معايا، تعالوا بقى نعمل الماده اللي هنربط بيها الكشك. حطيت تقريبا معلقتين كبار مليانين من الدقيق، تقريبا معلقتين من الدقيق. هنزل عليهم بقى بلبن، ولبن يكون كامل الدسم كده وحلو كده وطعمه حلو. خلاص هقلب بقى الكلام ده كله، وافك الدقيق في اللبن، وهفك دي من اللبن كويس جدا جدا. وقبل ما احطه برضو على الكشك لازم اعديه على صفايه، علشان الدقيق مهما تفكي فيه بيفضل مكلكع.
خلاص انا هقلبه كويس جدا وهفك اللي اقدر عليه، وبرده قبل ما احطه على الكشك هعديه على صفايه من الصغيرين دول. كان خلاص البصل ابتدى يتحمر معايا خالص خالص اهو. هقوم بقى مقلباه تقلبتين كده، انا كنت قفلت النار بس قلبته تقلبتين عشان ياخد كله اللون مره واحده. هنزل بقى بشويه كده، هاخد شويه احطهم على منديل علشان يقرمشوا وازين بيهم وش الكشك، والباقي هاخده احطه على على الرز اللي بسويه في الشوربه او الكشك بتاعي. بس هاخد دول بقى احطهم على الرز كده، بيدي طعم حلو جدا جدا. قلبي، لقيت الشوربه ناقصه هزود شوربه كمان. الرز خلاص كان ابتدى يستوي معايا. قلبي كل شويه عشان الرز ما يلزقش منك. دي او احسن طريقه للكشك، دي الطريقه بتاعت زمان. خلاص هنزل بقى باللبن والدقيق اللي انا عملتهم، وبرده لازم اعديه على صفايه، ولازم الايد التانية تكوني بتقلبي تقليب مستمر عشان ما يكلكعش منك. بس كده علشان الشوربه سخنه. هو تقيل طبعا، انا هخفه دلوقتي بلبن. حطي بقى، انا بحب اقلل كميه الشوربه عشان ما تبقاش كتيره قوي، عشان بحب طعم اللبن كتير فيه. قلبي بقى لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه، القوام ده بالظبط. حطي معلقتين قشطه كده حلوين علشان اعزز الطعم كده واخليه طعمه تقيل. حابه تحطي كريمه حطي، حابه تحطي لبن بودره برضو حطي، كله بيقوم بنفس الطريقه. خلاص هغرف بقى، خليه قوامه خفيف كده، هو كده كده ايه بيمسك نفسه وما يبقاش ناشف قوي جامد معاكي. هو القوام ده حلو قوي قوي. هغرفيه بقى في الاطباق يهدى كده، رشي عليه بقى البصل المتحمر ده وقدميه احلى كشك طعمه حكايه. يلا بقى على شوربه الرقاق. ولو شوربه الرقاق او الشوربه عندك مش دسمه، هنعززها بمكعب مرق دجاج ومعلقه سمنه بلدي وشويه من الفلفل الاسود. انا حطيت نص كوبايه لبن، اللبن بيخلي الرقاق منفوخ ومورق وبيخليه طعمه حكايه. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس، حطيت تقريبا كوبايه من السمنه. حطيت مزيج ما بين السمنه الصفراء والسمنه البلدي، بيدي طعم حلو جدا، وشويه زيت كده عشان يخليه مقرمش. هقلبهم مع بعض، سيحتهم في الميكروويف، وهاجي بقى على طول اجهز الرقاق معايا جاهز. هبتدي بقى على طول اشتغل. انا حطيت معلقه سمنه بلدي اعزز كده طعم الشوربه، لان الشوربه حسيتها خفيفه شويه. خلاص هنزل بقى بالرقاق. اول حاجه لازم احط معلقه سمنه حلوه كده في الصينيه. دي صينيه كبيره، انا عامله صينيه كبيره، عملت كيلو رقاق فيها. خلاص هحط بقى افرش كده كويس السمنه، هفردها كويس جدا جدا في الصينيه علشان اضمن ان هو ما يلزقش مني. ده كم الكشك اهو، كنت سايباه يهدى معايا ويبرد عشان ارشه بالبصل. هاجي بقى احط الرقاق في الشوربه دي وارصه بقى ما بين جنب بعضه كده، وما بين كل ورقه وورقه هحط شويه من السمنه او رشتين كده، معلقتين 3 من السمنه ما بين كل ورقه وورقه. الصينيه كانت مدوره والرقاق كان مربع، فهو دوخني شويه عبال ما رصيته. بس كده هقعد بقى ايه بالراحه كده، هعمل بس الاول الطبقه اللي تحته كلها، واقوم رشه ما بين كل ورقه وطبقه وطبقه، هحط معلقتين 3 من السمنه اللي احنا مسيحينها. خلاص طبعا هعد كام ورقه تحت وكام ورقه فوق، ويستحسن وهو اصلا قبل ما تعمليه الرقاق عديه وافصليه، وشوفي مثلا كام واحده فوق وكام واحده تحت علشان يبقى قد بعضه، ما تبقاش في حته اضخم من حته. خلاص عشان اللحمه المفرومه هنحطها في النص بالظبط، بتفرق جدا وبتخلي الرقاق من فوق قد من تحت. خلاص بقى زي بنفس الطريقه، بطريقه سهله وبسيطه المتعارف عليها، بس ده احلى رقاق هتاكليه. وكل ما الشوربه تبقى دسمه كل ما الرقاق بيبقى حلو. هنرش بقى طبقات كده من ما بين كل طبقه وطبقه معلقتين 3 من السمنه كده. دي مزيج ما بين السمنه البلدي والزبده الصفراء والزيت عشان يخليه مقرمش كده وحلو. بس هحط بقى الطبقه التانيه، واعمليه طبقات طبقات. خلاص لحد ما اوصل للنص هرش اللحمه المفرومه وافردها في النص كويس، واحطي بقى كميه اللحمه المفرومه زي ما انت عايزه. في ناس بتحبها كتير جدا في ورقه الرقاق، في ناس بتحبها نص نص، وفي ناس ما بتحبها خفيفه خالص. انا خير الامور الوسط، انا ما بحبهاش كتير قوي عشان ما تخليكيش تجزعي كده. الغموس لما بيبقى كتير جوه الحاجه بتخليكي تجزعي من الاكله بسرعه، عشان تاكلي منه كده وتتمزجي وبتشبعي منه. طبعا ما ننساش معلقه السمنه ما بين كل ورقه وورقه، حط معلقتين 3 كده. بس انا كده كنت وصلت للنص. هنزل بقى باللحمه المفرومه
والصينيه بتاعتي كانت كبير فخدت كميه حلوه من اللحمه المفرومه، مع ان انا عامله طبقه خفيفه مش عامله طبقه كبيره. اوزع بقى المفروم كويس، وهنزل ببقيه الطبقات زي ما اتعلمنا بالظبط، نفس ما عملنا تحت عملنا فوق، بنفس عدد الطبقات بالظبط. الرقاق الناشف حلو، الرقاق الطري حلو، كل انواع الرقاق حلوه، المهم تكوني مخدمه عليها كويس. الرقاق بيبقى محتاج دسامه، محتاج لحمه مفرومه حلوه كده ودسمه، ومحتاج ان انت تحطي له معلقه سمنه بلدي كده، لان طعم السمنه بتفرق جدا جدا في الرقاق، اذا كان رقاق طري او رقاق ناشف او حتى جلاش، التلاته في نفس الطريقه، والتلاته لازم يكون معاكي معلقه يعني السمنه بتاعتك نظيفه علشان بيبان طعمها جدا. هبتدي بقى بنفس الطريقه، هحط الطبقات التانيه او احط النص التاني اللي فوق، وما بين كل ورقه وورقه معلقه كبيره من السمنه او معلقتين ثلاثه كده من السمنه. خلاص خلصت الطبقات كلها، هحط بقى تقريبا 3 4 معالق حلوين كده من السمنه برضو على وش الرقاق، علشان اوزعهم كويس بالمعلقه او بالفرشه، علشان يبقى وشه كده كله مقرمش وواخد من طعم السمنه. خلاص، وهقطعه طبعا قبل ما ادخله الفرن. قطعي بقى بالحجم اللي انت عايزاه وبالطريقه اللي انت عايزاها، حابه تقطعي مثلثات بس الصينيه كانت كبيره ما كانش ينفع خالص ان انا اقطعه مثلثات، فانا قطعته مربعات عشان يكفي ويقطع معايا كميه حلوه. اهم حاجه معلقتين السمنه اللي بيتحطوا على الوش دولت، هو اللي بيخليه مقرمش من بره كده وطعمه حكايه. خلاص قطعيه بقى، انا ما رضيتش اقطعه مثلثات لان هو الصينيه بتاعتي كبيره، فزي ما قلت لكم قطعته بس مربعات عشان يقطع معايا كميه حلوه وتكفي العدد اللي موجود يعني. اول ما ابتديت اشتغل في الرقاق انا حميت الفرن على درجه حراره 190، وهدخله على الرف الاوسط، واول ما الاقيه استوى واخد لون من تحت، هو الفرن بتاعي بيطلعه من فوق ومن تحت، في ناس بتشتكي ان هو بيبقى متحمر جدا واخد لون من تحت بس من فوق لا، هنقفل من تحت وهنقيد له الشوايه دقيقتين 3 وعينك ما تغفلش عنه، لانه مش هياخد معاكي وقت خالص، هتقيدي الشوايه وهتنيكي قاعده جنبه ومركزه فيه، علشان مش هياخد معاكي دقيقتين 3 عشان تطلعيه باللون ده. خلاص تمام، اخد معاكي لون من فوق ومن تحت زي الفل، ما خدش معاكي لون هنقل له الشوايه دقيقتين 3. خلاص كان استوى معايا، كان زي الفل، كان طعمه حكايه، مقرمش جدا جدا من بره وطري وجميل وجوسي جدا من جوه، عامل زي الفطير المشلتت واحلى كمان. كمان كان عندي طبق محشي بايت، طلعته سخنته، الكشك كان كريمي، كان طعمه دايب، كان طعمه حكايه، الفراخ كانت طلعت كمان معايا من الفرن. جربي وصفاتي، جربي طريقتي النهارده، ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده، مع السلامه.